هاي اجي نقول لك، تخيل معايا تفيق شي صباح وتلقى الهواتف النقاله انقرضات في العالم. شنو تقدر دير؟ واش تقدر تعيش نهارك بلا تليفون؟ في عام 1973 المهندس مارتن كوبر صنع اول هاتف محمول في العالم، وكذلك جرى به اول مكالمه. لكن الحجم ديالو كان كبير بزاف، وكذلك الوزن ديالو كان كيتعدى الكيلو ونصف. البطاريه ديالو كانت المده ديالها 30 دقيقه، هادشي الا خليناها كتشارجا لمده 10 ساعات. والثمن ديالو كان غالي بزاف، هادشي كامل باش نقدروا نديروا ابل، حيت داك الوقيته الا خرج شي واحد ما عندناش كيفاش نديروا نهضروا معاه في التليفون. ديك الوقيته كانوا كيستخدموا غير الهواتف الثابته. مع التسعينات بدات الهواتف كتولي صغيره شويه في الحجم، وتخيل معايا كانوا الناس فرحانين ديك الساعه غير باللعبه ديال سنيك، وانهم كانوا كيقدروا يصيفطوا لي اس ام اس. ولكن في 2007 بوم، ثورت الهواتف النقاله. ابل خرجت الايفون، شاشه لمس، لي زابليكاسيون، لي زوبسيون، واستعمال الانترنت. اما حاليا التليفونات ولا دايره بحال شي كمبيوترات صغار كنديروها في الجيب ديالنا وكنخرجوا. ولكن السؤال المهم، شنو غيوقع في المستقبل؟ واش غنبقاو نستعملوا الهواتف اللي فيهم الشاشه، ولا التليفون غيولي مزروع في دماغنا؟ الى عجبكم الفيديو قولوا لي شنو هو اول تليفون شريتوه، كتبوا لي في التعاليق. ما تنساوش اللايكات والمتابعه، حيت كاينين قصص زوينين جايين.